أهلا بيكوا صبايا بعد ال40. النهاردة هنتكلم مع بعض عن موضوع بيهم كل الصبايا بعد ال40، وهو موضوع ازاي ان احنا نحاول نرفع مستوى هرمون الاستروجين عندنا، خصوصا ان هو طبعا زي ما احنا عارفين في مرحلة البيري مينيبوز ومرحلة المينيبوز بينقص عندنا بصورة كبيرة. فبيبقى دورنا هنا بقى في المرحلة ديت ان احنا نحاول نعوضه بأي صورة من الصور. طبعا في صور صناعية ممكن ناخدها من الصيدليات. طبعا الموضوع ده ملناش دعوة بيه لأن الدكاترة بتقول إن الاستروجين الصناعي للأسف على المدى البعيد ممكن يسبب بعض الأضرار الصحية لينا. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا نحاول ان احنا ناخد ادويه من مصادر طبيعيه، او ان احنا نتناول في وجباتنا وفي مشروباتنا حاجات اكلات من اللي ربنا اداها لنا بتحتوي على الاستروجين، او لما بناكلها بتتحول لاستروجين. ربنا الحمد لله ادانا مجموعة كبيرة جدا من الأكلات والمشروبات اللي بتساعدنا على تعويض الاستروجين. أنا جايبة لكم هنا يعني حاجة بسيطة على سبيل يعني المثال للحصر، يعني نموذج كده، وبقية الأكلات أنا هقول لكم عليها وإن شاء الله نجيبها لما تتوافر في الأسواق. أنا عاوزة أقول لكم مثلا إنه التوم مثلا ده موجود طبعا في كل بيت وبأسعار زهيدة، والحمد لله إحنا بنخزن التوم طول السنة. فدوت التوم لو حطينا مثلا ادي شكل التوم الاول، فلو حطينا مثلا فص توم او فصين توم على السلطات بتاعتنا او على الزبادي او مثلا سلطه الطحينه بتاعتنا، مش عاوزه اقول لكم دوت هيساعد كتير جدا في رفع مستوى هرمون الاستروجين. بما اني بقى ذكرت الطحينه، فاحنا برضو بنقول الطحينه بقى نفسها او السمسم. يعني لو عندك سمسم صحيح، رشه سمسم كده على السلطه او على اي اكل انت بتاكليه، ده هيعوض لك برضو هرمون الاستروجين. انا مثلا برضو انا شخصيا بفضل بقى الطحينه، فدايما بحاول ان انا اكل سلطه الطحينه مع الوجبات بتاعتي. في كمان برضو يعني عندنا اللي غني برضو قوي قوي بهرمون الاستروجين بذور الكتان. ادي كده شكل بذور الكتان زي ما انتم شايفينها. بس اللي انا عاوزه اقوله لكم بقى، ادي كده شكل بذور الكتان زي ما انتم شايفين كده، مش عارفه واضحه ولا لا. بس انا عاوزه اقول لكم ان بذور الكتان ديت ما ينفعش ابدا ان احنا ناكلها بصورتها الصحيحه يعني السليمه. ليه بقى؟ لان القشر نفسها بتاعه بذور الكتان قويه جدا، فلما بناخدها فمعدتنا ما بتقدرش ابدا انها تكسر القشره ديت وتستفيد بمحتوى بذور الكتان. يبقى هنا دورنا ايه بقى؟ لا اما احنا يعني نقرقش بذور الكتان نمضغها كويس قوي قوي، لا اما ان احنا نطحنها. انا شخصيا بطحن بذور الكتان زي ما انتم شايفين، ادي بيبقى شكلها كده بعد الطحن. بطحنها مثلا بحيث انها تكفيني لمدة اقصى حاجة لمدة 48 ساعة، لان هي لو زادت عن 48 ساعة للأسف بتتأكسد وما بتكونش مفيدة ابدا لينا. فبحاول مثلا اجيب كميه في الفنجال كده، يعني املى الفنجال كده او اخد نصه بحيث انها تكفيني لمده يومين. احطه على الزبادي، احطه على السلطه، احطه على اي اكله انا باكلها، بحيث ان انا استفيد بحيث ان انا استفيد بالاستروجين اللي موجود في بذور الكتان، وفي نفس الوقت ما يضرنيش ابدا لانه منتج طبيعي وفي نفس الوقت مش متاكسد. فانا لو سبته فتره طويله بره اكتر من 48 ساعه ويكون في الثلاجه، للاسف انا مش هستفيد باي حاجه. في كمان برضو الغني جدا جدا بالاستروجين، هرمون الاستروجين اللي هو فول الصويا. ادي كده منظر لما بتجيبه عند العطار بيكون هو طحن وعجن كده، وده بيبقى شكله. ممكن بقى احطه على الكفتة، احطه على الهمبرجر. ده شكل المعجون بتاع فول الصويا، لكن البذرة نفسها بتاعت فول الصويا بيبقى شكلها طبعا غير كده. فلكن المتوفر عند العطارين عندنا هو فول الصويا المطحون. فاحنا بنجيبه المطحون او المعجون بيبقى زي العجين كده ومقطعينه، فاحنا بنجيبه ونضيفه على الاكلات بتاعتنا. برضو بالنسبة لفول الصويا، ففي برضو دلوقتي في السوبر ماركت حليب الصويا أو لبن الصويا، ده ممكن برضو نجيبه ونستعيد بيه عن اللبن الطبيعي بتاعنا. كمان برضو صنعوا من فول الصويا جبنة اسمها جبنة التوفو، فدي برضو من الجبن الغنية جدا بالاستروجين، فبرضو ممكن نستعيد بيها عن الجبنة الطبيعي بتاعتنا.
انا عاوزه اقول لكم يعني ان الاكلات دي احنا نعمل بقى منها وصفات كتير جدا، ان احنا ممكن ندخلها في اكلنا تقريبا اليومي. مين فينا ما عندوش توم؟ فممكن تضيفيه دايما على السلطات. يعني انت ممكن تعملي من الحاجات اللي انا وريتها لكم دي وجبه، مثلا سلطه الطحين، اعملي سلطه طحينه، حطي عليها فصين توم، حطي عليها شويه بذور كتان. مش هقول لك دي وجبه مليانه استروجين. بتاكلي زبادي، انت برضو ممكن تحطي على الزبادي شوية مثلا بذور كتان، برضو هتبقى وجبة مليانة استروجين. عملتي مثلا كفتة، حطي عليها فول صويا، فده برضو هتكون وجبة من الوجبات الغنية جدا بالاستروجين. طب ايه تاني بقى موجود من الاكلات اللي فيها استروجين؟ مثلا احنا داخلين دلوقتي على موسم الشتاء، وموسم الشتاء طبعا احنا عارفين بتكتر فيه الخضروات الصلبية، زي مثلا الكرنب وزي القرنبيط. طبعا ده هتبقى فرصتنا بقى ان احنا نعمل محشي كرنب ونقول ايه احنا عشان نستفيد بالاستروجين. طبعا والقرنبيط من الوجبات السهلة وفي متناول يد الجميع. بالنسبة برضو للمكسرات فهي بتحتوي برضو على الاستروجين، بس طبعا انا عارفة ان المكسرات غالية. اللي يقدر يجيب مكسرات تمام، اللي ما يقدرش يجيب فاحنا عندنا الحمد لله الفول السوداني، فممكن نجيب الفول السوداني، وكمان زبدة الفول السوداني برضو بتتحول في جسمنا لاستروجين. بالنسبة للفاكهة فهو برضو متوفر فيه الخوخ، فلما يطلع موسم الخوخ يا ريت نكتر من أكل الخوخ. وكمان موجود في الفواكه المجففة. يا ريت يعني أتمنى إن عائلة الصبايا كلها تستفيد من الأكلات اللي فيها استروجين. حريصين إن يوميا ناكل وجبة أو نحط في وجباتنا أكلة أو مكون من المكونات اللي بيحتوي على الاستروجين، لأن دوت مهم لينا جدا جدا. لأن طبعا زي ما احنا عارفين الاستروجين ده مهم جدا لعضلاتنا ولبشرتنا وللجهاز الدوري، لكل حاجة حيوية في جسمنا. ان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم بقى على المشروبات بقى برضو اللي بتحتوي على استروجين، او لما بنشربها بتظبط الهرمونات ومن ضمنها هرمون الاستروجين. يا ريت نشير الموضوع لكل عائله صبايا بعد الأربعين عشان كلنا نستفيد بالمعلومات اللي قلناها. وطبعا عاوزه اقول لكم لما بتزودي الاستروجين هتكوني صبيه لحد المية، فياريت كلنا نساعد بعض نكون صبايا لحد المية. لايك وسبسكرايب وشير، وإن شاء الله أشوفكم الحلقة الجاية.